كتير منكم بيسألوني هل توتنهام طالع من موسم صعب والمركز في الجدول مش أحسن حاجة؟ هل بجد ممكن نشوف توتنهام بينافس على اللقب الموسم الجاي؟ أنا جاي النهاردة عشان أقول لكم الإجابة هي نعم، بس بشرط واحد. روبرتو ديزيربي مش جاي عشان يشارك، ديزيربي جاي عشان يغير قواعد اللعبة في لندن. في الفيديو ده هنحلل ليه ديزيربي هو الراجل المناسب في الوقت المناسب لتوتنهام، وازاي الخطة دي هتكسر هيمنة الكبار. طبعا ممكن حد دلوقتي يطلع ويتريق ويقول لك توتنهام ايه اللي ينافس على اللقب؟ توتنهام فريق مش ناوي ان هو يفكر ان هو ينافس على اللقب. توتنهام فريق ما عندوش القدره انه ينافس على اللقب، وفريق ما عندوش القدره برضه ان هو ينافس على الابطال. بس انا الكلام ده ما بيجيبوش من عندي، انا بصراحه الفرقه ديت يعني انا واثق فيها. انا بصراحه دي فرقتي، وانا عارف انا بالظبط فرقتي بتبقى ماشيه ازاي، وعارف بالظبط الفرقه بتبقى ماشيه في سكه ايه وطموحاتها بتبقى عامله ازاي. بس ده مش كلامي انا لوحدي، ده كلام مصادر كتيره بتقول الكلام ده، وصحف وتقارير كتير بتقول الكلام ده. لو حد طبعا سالني وقال لي ايه هي طبعا الحاجات او ايه الاسباب اللي انت قلت ان ممكن توتنهام ينافس فيها على اللقب، والله حاجات كتير. اولا تحرك السوق اللي بيحصل حاليا، التحرك اللي في السوق اللي توتنهام بيتحركوا، والصفقات اللي ديزيربي بيجيبها، صفقات كواليتي عالي جدا، صفقات تناسب اسلوب اللعب بتاعه. بصراحه فلسفه ديزيربي، الناس فاكره ان ديزيربي بيعتمد على الاستحواذ، بس لا، ديزيربي بيعتمد على خلق المساحات، وهو بيجبر الخصم انه يضغط عليه عشان يفتح ثغرات في الدفاع مع لعيبه طبعا زي ماديسون. احنا بنتكلم عن منظومه هجوميه ممكن تكون الاقوى في الدوري لو اتطبقت صح. انت متخيل يا صاحبي ان لاعب بذكاء ماديسون مع تعليمات ديزيربي؟ احنا بنتكلم عن مايسترو في نص الملعب. واحنا بصراحه يعني بدانا نشوف دلوقتي تحرك في السوق بطريقه مش طبيعيه من توتنهام، وتوتنهام بادئ بدري قوي قوي ان هو بيخلص في صفقات مهمه جدا، ولسه في صفقات جايه، والمصادر والاعلام بيقولوا ان يعتبر توتنهام هيخلص في 7 صفقات. بصراحه انا اتمنى طبعا ان توتنهام يخلص ال7 صفقات دول. طبعا في صفقات خلصت دلوقتي زي صفقه طبعا فان هيكي، صفقه سينسي، صفقه روبرتسون. بصراحة صفقات 3 صفقات مهمين جدا للنادي. ومن مميزات ديزيربي العقلية، المنافسة على اللقب مش بس تكتيك، هي عقلية ديزيربي معروف انه بيعرف يخلي لاعيبته يصدقوا ان هم يقدروا يفوزوا على اي حد، ويزرع الثقة فيهم. احنا محتاجين نرجع الخوف من ملعبنا، ونحول توتنهام من فريق ضعيف على ملعبه لفريق قوي في مواجهة الخصوم على ملعبه. هل انتم متفائلين بعهد ديزيربي؟ وهل تعتقدوا انه ممكن ينافس على الدوري من الموسم الاول ولا محتاج وقت؟ اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك المتين والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.